السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله يدخل علينا هذا رمضان بالصحة والعافية ويتقبل منا ومنكم أجمعين. جبتكم اليوم طاولة رمضانية جد لذيذة اقتصادية وخاصة سريعة، خاصة للنساء العاملات. أنا دايما نخمم لأنني نعمل دايما نخمم في النساء العاملات، ومن راح نديرو طاولة رمضانية محترمة وبمقادير بسيطة. إذا جبت لكم اليوم الشوربة تاع فريك مرمز، ماشي فريك وحده، بدون خضر وتجي ملبية ما شاء الله. وجبت لكم طاجين تاع السلق بالدجاج والزيتون. ثانيك طبق جد رائع، خفيف بزاف، بنين، سهل للتحضير، وخاصة الوليدات تاوعنا يحبوه بزاف. إذا دون إطالة تبعوا معايا تفاصيل الوصفة. هنا دائما في القدر نتاعي اللي نحبه بزاف تاع الطين، نتوما تقدروا ديروا في لاكوكوت. ندير شويه تاع الزيت، شويه من السمن، وانا هنا خلطت اللحم تاع الغنمي مع الدجاج. تقدروا ديروا الدجاج فقط. نخليو اللحم يتقلى كيما معرفه ندير لكم، ونزيدو من بعد نديروا البصل والملح فقط دون توابل. في المرحله الاولى نخليو يتقلاو مليح غير بالملح، ونزيدو نديرو هنا شويه تاع الكرافس. وراني درت هنا كانت عندي طوماطيش كونجلي، يعني كنت رحيتها. زدت قطيره تاع الماء باه ما يتحرقوليش التوابل. ودرت توابل: ملح، فلفل كحل كيما راكم تشوفوا هنا عندي فلفل كحل حب، قرفه، زنجبيل، عكري، وشويه تاع الحار. فوالا نحركو مليح، ما نساوش الحميصه نتاعنا، ونمرقو بالماء سخون. هذا هي الشريبه نتاعنا واش فيها. دوك هنا باش نربحوا الوقت انا راح ندير شوربه فريك مع المرمز. الفريك يجي خضر والمرمز يجيك شغل احمر ولا ماغون. هنا ديروا الاوراق تاع الرند باش ما يخسر لكمش الفريك تاعكم. انا راح ندير هنا راكم تشوفوا نصف كميه تاع الفريك، وندير 2 مغارف تاع المرمز. هادو 2 مغارف راحين يعوضون لي الخضر. كاين بزاف لي في الفريك يديروا الخضر باش يلبيو هذيك الشوربه نتاعهم. انا اليوم نديرها اكسبريس وتجي بنينه بزاف. شوربه فريك مرمز، جربوها ورجعوا لي الخبر. اذا الاولى كامل نديروا فيها الماء باش نحو كامل هذوك الشوائب ونصفيوه. ومن بعد هنا نديروا الماء يغلي مدة 5 ولا 10 دقائق حتى تشوفوا هذيك الحبة تاع الفريك والمرمز ولات طرية. تعاودوا ترجعوا ليها تصيبوها انتفخت. هكذا كي ديروها في القديرة نتاعكم راح تمثم الطيب وما تديلكمش الوقت. بيان سور اللي تحب الكوكوت مينوت ما عندهاش الوقت تقدر دير لا كوكوت، لكن انا هذه الطريقه راح تعوض لي لا كوكوت. لان الدجاج تمتم يطيب، الغنمي ثانيك، الحمص طايب، دونك تقريبا تمتم توجد الشوربه نتاعي. واللمسه الاخيره نحكم شويه تاع نعناع يابس نديرو. بيان سور ما ننساش القزبر الخضر، انا راني نسيت ما درتوش في التصوير. نروحوا للطبق نتاعنا تاع السلق. هنا نحكموا الوراق كيما راهم تشوفوا، نشلوهم شحال من خطره ونخليوهم يقطروا. نروحوا نديروا هنا في مقله نحكم شويه زيت، ونحكم الصدر تاع الدجاج قطعته شرائح طويله ما يهمش لان راح نرحيه من بعد. ندير له شويه تاع البصل، حبيبه ثوم، ندير له شويه تاع الملح، ندير له فلفل كحل. هنا اللي ما عندوش حب يدير فلفل كحل مرحي نورمال. هنا ندير القزبر مرحي يابس، وهنا ندير الكركم. صدقوني هذا الدجاج راح يجي رائع. ونخليه ونديرو ونزيدو السكنجبير. ونخليوها هكذا نحركوها كما راكم تشوفوا.
انا سبق لي ودرت لكم طبق السلق، لكن درت الدجاج خضر، لكن هنا راح نطيبه ونعاود نرحيه. فوالا واحد الريحه فريمون ما شاء الله. انا نخليه يتحمر هذاك الدجاج 2 دقائق، نغطي عليه، ومن بعد نمرقه بشويه تاع الماء باش يطيب، غير شويه برك، لكن دائما نستعمل الماء يكون غالي. وهنا بعد ربع ساعة طاب لنا الدجاج تاعنا. وشوفوا لاصوص لازم تكون هكذا ناقصة بزاف. نروحوا دركا نشوفوا لي بولات نتاعنا واش نديروا. اذا أنا حكمت هنا السلق نتاعي رحيته في الروبو، قطعته ولا تقدروا تقطعوه. درت رحيت هذاك الدجاج، درت المعدنوس 2 مغارف تاع الروز، وحبيبه بصل خضراء، ودرت نفس التوابل اللي درتهم في لاصوص، يعني فلفل كحل كركم. زدت حبيبه تاع الثوم، قزبر، ودرت هنا كان عندي بيضه وحدها زدته، لكن ما كفانيش، نبقاو نخلطوا. هنا ما ننساوش نضيفوا شويه رشه تاع الكمون، راح تعطيله يعني نكهه خاصه. نستعمل يدي لهنا باش نشوف لا كونسيستونس. اذا شفتوها باللي ناشفه تقدروا تزيدوا لها حبيبه بيض، فوالا. وباش تضمنوا بلي لي بولات ما يتحلوا لكمش تزيدوا لها مغرفه تاع لا شابلو، وتبقاو تعجنوا فيها. هذا اذا كانت الكميه قليله استعملوا البيض غير بالعقل، فوالا، وتخليوه يريح. نرجع للشوربه نتاعي لهنا. شوفوا لهنا اي طابت بدات تلبى، شوفوا دون خضر، غير هذاك المرمز هو اللي مدليه هذيك لا كونسيستانس، يعني جد رائعه. نحكم لي بولات نتاعي لهنا بعد ما يكونوا خليتهم ريحوا. نستعين ندير يدي في الماء يلاصقوا لكم، فوالا. ندورهم كيما هكذا، ونحكم الفارينه ونرمدهم في الفارينه، فوالا هكذا. غير بالعقل ما نضغطوش عليهم لانهم راهم خفاف. ندير معاكم الثانيه. شوفوا هكذا هكذا، غير هكذا. تقدروا تشكلوهم اصابع كيما تحبوا نتوما، الشكل اللي تحبوه. ونروح لهذيك لاصوص اللي طاب فيها الدجاج. هنا نزيد نمرق لها بشويه تاع ماء سخون، فوالا، هي اللي راح نطيب فيها لي بولات نتاعي. انا هنا المقله جاتني صغيره، اذا راح نستعين بمقله شويه كبيره وتكون غامقه، فوالا، باش لي بولات نتاوعي يصيبوا المكان باش باه يطيبوا، فوالا. نضيف لهنا كاين اللي يحب يضيف الحمص. انا ضفت زيتون، فوالا، يكون ديجا مخلياته في شويه تاع الماء مع شويه سكر. ولا ما كانش عندكم الوقت تغلوه غليه واحده باش تنحلوا هذيك الحموض، فوالا. نخليه يغلي، نخليه يدي هذاك لاصوص ل5 دقائق. وقت ما نروح انا نحكم مقله ندير لها شويه تاع الزيت ونقلي هذوك لي بولات نتاوعي تاع السلق. من بعد مباشره ندير هذوك لي بولات في لاصوص باه ثاني كيزيدوا يعاودوا يتشربوا. والطبق نتاعي راهو فريمون تقريبا واجد 99%. نخليوهم واحد 5 دقائق ناقص ما كل شيء طايب، يعني دونك تم يطيب، فوالا. واخيرا نضيف هذيك الرشه تاع معدنوس. هذا هو الطبق نتاعي راهو واجد. نتلاقاو في طبق التقديم. وهذه هي حبيباتي الطاوله نتاعنا، الشوربه تاع الفريك ملبيه ما شاء الله دون خضر، غير فريك ومرمز، البنه نتاعها ما شاء الله. والطبق تاع السلق، لي بولات تاع السلق بالزيتون والدجاج،
طبق راقي واقتصادي جد رائع. بيان سور ما ننساش دائما الحمص نتاعنا الحار، وعندنا لا سالاد ماسيدوان اللي هي روز وشويه خضر شويه بيتخاف، بيان سور البوراك اللي ما يخطيناش في شهر رمضان. ودرت هنايا دي كيش درتهم غير بالبيض فارينة والفرماج، حطيتهم في ليمون تاع سيليكون وصلاة النبي وصحة شهيدكم ان شاء الله بالصحة والهنا. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة. صحة فطوركم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر في هذا شهر رمضان. استودعكم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بقاو على خير.